حبايبي ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض أكلة مصرية حرشة مش أي حد يعرف يعملها. هنعمل النهارده مع بعض الممبار والفشة والطحال وأحلى كوارع ممكن تاكلوها مع طبق الفتة. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي. في حلة هننزل بمعلقة كبيرة من الزبدة، وهننزل بالثوم احنا دلوقتي بنعمل الصلصة اللي هنستخدم جزء منها للفتة وهنستخدم جزء منها لصلصة الكوارع. بنصفر الثوم زي كده، مش بنحمره قوي. بعد كده بننزل بالطماطم وهنبهرها بالفلفل وملح. هتغلي غلوتين وبعد كده بنهدي عليها. وكده خلاص الصلصة بتاعتنا خلصت. انا عشان الاكل ما ياخدش مني وقت بستخدم الحلة البريستو. يعني بالنسبة للكوارع الاول نشوف الكوارع نضيفة جدا، ولازم تجيبيها من حد موثوق منه، ما يبقاش غسيلها بالطاس، لانه بتغسل بالطاس بيبان كمان في الحلة ان الحلة بتسود. فبتجربي لقيت ان الحلة ما بيحصلش فيها كده يبقى المكان ده كويس وما بيستخدموش مواد كيماوية في تنظيفها. فانا المكان ده جربته اكتر من مرة، حاجته نضيفة جدا. نزلت بالكوارع وبالمية السخنة، بديها غلوة وبعد كده برمي المية دي. بس انا الحتة دي ما صورتهاش عشان ما اطولش الفيديو. برمي المية دي وبعد كده برجع احطها تاني واحط مية مغلية. هنا كنت بقول لكم ان انا شلت المية وعملت مية جديدة. بعد ما غليت زي ما احنا شايفين كده وشلنا الريم اللي على الوش، كنت هنا حطيت لها ورق لوري وحبهان وبصلايه، ودلوقتي قفلتها. وبعد ما الصفارة تبدأ تصفر بهدي النار للوسط وبسيبها تلت ساعة. هنا نقلتها على العين التانية وهبدأ اعمل الفشة. برضو ببهرها زي الكوارع، ورق لوري وحبهان مطحون او صحيح لو عندك، لو مفيش مطحون، وفلفل. وما بحطش الملح لاي حاجة الا ما بتدخل في السوا عشان ما بطأش عملية السوا. هنا بقطع البصلة، هنزل بالمية المغلية، كده هقفلها. وبعد لما تغلي والصفارة تطلع الصوت بعمل النار وسط، وبرضو خدت نفس سوا الكوارع، خدت تلت ساعة. هنا لما باجي افتح على الحله ما بشيلش الصفاره طبعا عشان لازم اطلع البخار اللي جواها. لو شلت الصفاره البخار كله بالدهون بيطلع في السقف. فانا بوريكم هنا ازاي بفتح الحله. انا ببردها الاول تحت الميه الساقعه من الحنفيه، بعد كده الصفاره بتطلع بكل سهوله ومفيش بخار. هنا كنت نشلت الكوارع خلاص، بقت نص سواها حلو قوي. وكنا مخلصين الصلصه، هنزل عليها بالصلصه.
هنا زودتها شوية شوربة عشان الصلصة ما تبقاش تقيلة بس قوي. هقلبها كويس. تمام كده. وطبعا في المرحلة دي بتأكد من الملح والفلفل، حبيت ازود حاجة هزود، لو الحاجة مظبوطة خلاص. كده الكوارع خلاص خلصت. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل شوربة الكوارع، شوربة المصمت. هنعملها ازاي؟ هننزل معلقة زبدة وثوم، فلفل، كزبرة ناشفة، هنصفر الثوم مش هنحمره جامد. دلوقتي هننزل عليه بالخل، وكنت مقطعة قطع صغيرة من الكوارع، هنزل بقطع الكوارع زي كده. هقلبها كويس. بعد كده هنزل بالشوربة، يغلوا ونطفي عليها. بس طبعا هنتأكد من الملح والفلفل. وكده خلاص شوربة الكوارع خلصت. كده خلاص شوربة الكوارع خلصت. دلوقتي هنعمل الطحال بنفس الطريقة. هنحط البصل ورق اللوري والحبهان والمية المغلية. كل الحاجة تقريبا خدت تلت ساعة بس. طبعا تلت ساعة في الحلة البريستو بما يعادل تقريبا من ساعة ونص لساعتين على النار العادية. فطبعا الحلل دي بتنجز معانا جدا في كل حاجة. تمام كده. هنقفل الحلة بنفس الطريقة. لما بتصفر بحسب التلت ساعة واطفي عليها، ابردها وافتحها. دلوقتي بقى تعالوا نعمل مع بعض الممبار. الممبار طبعا متنضف ومغسول بالملح والليمون والدقيق. هنقطعه. وبالنسبة لخلطة الممبار، خضرة مشكلة وبصل مفروم وصلصة طماطم وطماطم مضروبة في الخلاط وطماطم متقطعة قطع صغيرة وفلفل متقطع قطع صغيرة. وبالنسبة للبهارات كمون وملح وفلفل، ولو حابة شطة وبابريكا وحبة قرفة، بتدي طعم حلو قوي مع الفلفل والملح. وبنزود زيت عشان الرز يبقى بيلمع ومفلفل. وبنحشي، ما بنملاش الممبار جامد. بنحط الرز وبعد كده بنبططه شوية، ما يبقاش مليان قوي عشان ما يتفتحش وعشان ما يبقاش مكبوس شوية. تمام كده زي ما احنا شايفين. هنعمل مع بعض واحد تاني. بالشكل ده. خلاص كده هنحشي الممبار كله، وبعد كده نروح نسويه على البوتاجاز. مجرد ما بننزله في المية المغلية بتقفل من الجوانب بتاعته
من الأطراف فبيقفل على الرز اللي جواه. حط ورق اللوري وفلفل، وحطيت سنة قرفة وبصلاية متقطعة ونسيبه يغلي. دلوقتي هنقطع الطحال، خلاص استوى، وطبعا الفشة كمان استوت هنقطعهم. قصهم كده كده كويس قوي. تمام كده خلصنا تقطيعه بالشكل ده. دلوقتي هنقطع بقى الفشة بعملها برضو سليمة، وبعد كده بقطعها، بيبقى التقطيع افضل. برضو مش هقطعها تخينة قوي، هقطعها وسط بالشكل ده كده. حلو قوي كده. خلاص قطعناها وقطعنا الطحال. ويلا نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي هبدأ ان انا بجهز الطاسة عشان اقلي الممبار. استوى الممبار طبعا بعد حوالي من 10 لربع ساعة بطلع صباع ممبار وبتأكد ان الرز اللي جواه استوى. طالما الرز استوى خلاص. الرز ما بيبقاش معجن، بيبقى مفلفل. وبعد كده بنشيله من الشوربة وابدأ احمره زي ما احنا شايفين. وانا بحب بصراحة الحجم ده اللي هو مش كبير، يعني حجمه ولا صغير قوي ولا كبير قوي. دلوقتي بحمص العيش بتاع الفتة. كده تقريبا العيش خلاص. كده خلصنا الممبار. حطيت معلقة زبدة كبيرة وهبدأ ان انا احمر الفشة. كده انا حمرت الفشة. دلوقتي بحمر الطحال. وكده خلاص اكلتنا كلها خلصت. اتمنى اكلة النهاردة تكون عجبتكم. الممبار والفشة والطحال والكوارع، شايفين قد ايه نضيفة، والفتة. والف هنا. يا ريت لو اكل عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو. باي باي.